السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصابك أيها العبد من مصيبة إلا بتقدير الله وقدره، ومن يؤمن بهذا القضاء والقدر يهدي الله قلبه للتسليم لهذا الإيمان بالقضاء والقدر. والله يعلم من يقول الحمد لله بعد المصيبة وهو مسلم راض بقضاء الله، ومن يقول الحمد لله وقلبه ساخط على أقدار الله. حدث معي أمر أريد أن أقصه عليكم. منذ 10 أيام فقدت موبايلي، اختفى فجأة، رننت عليه وإذا بالذي سرق الجوال قد أزال الشريحة. أنا لا أعرف أنه انسرق ولكنه سرق، فقلت هذا الموبايل أراد الله أن يبتليني به بسرقته، اختفى فجأة، سبحان الله. فقلت الحمد لله سيعوضني الله خيرا. في نفس اليوم عوضني الله، جاءني أحد الأحباب وأهداني موبايل عوضا عن الموبايل الذي سرق مني. حدث معي أمر اليوم، شاهدوا هذا الفيديو. والله يا جماعة الخير انقطعنا من السيارة ولله الأمر عن طريق اللعبة. واحد فيديو، سبحان الله. أمي في المستشفى في اللاذقية في العناية المشددة، وذهبت إليها في سيارتي المتواضعة، ولكن الحمد لله حمت السيارة، ارتفعت درجة حرارتها والمحرك أصبح لابد من تغييره، يكلف تقريبا 600 دولار. فقلت الحمد لله. تذكرت موقف الموبايل، قلت لا بد أن يعوضني الله، أقسم بالله أن الله سيعوضني، لا بد، هذا إيمان بتقدير الله. أنت عليك أن تأخذ بالأسباب الشرعية والكونية وتتوكل على الله، بل التوكل هو إن لم يكن من جنس الأخذ بالأسباب، هو يجاور ويجانس الأسباب. فلا بد أن تصبر على قضاء الله وقدره، لأن الصبر 3 أنواع: الأول الصبر على طاعة الله، والثاني الصبر عن معصية الله، والثالث الصبر على أقدار الله وقضائه. ولذلك يا أخي لا تقل لماذا فعل الله ذلك بي، فهذا كفر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تقل ليش اختارني وأصابني هذه المصيبة من بين ملايين الناس، بل قل أن الله اختارني من بين ملايين الناس لأن لي شأن عنده. هذا يعني أنك في محط أنظار الله. أخي في الله، لا تتسخط على أقدار الله، بل كن مسلما راضيا بقضاء الله وقدره، فما ابتلاك إلا لأنه يريد بك خيرا، أو يريد أن يكفر عن سيئاتك، أو يريد أن يعوضك خيرا مما أخذ منك. لولا الابتلاء والصبر عليه ما صار يوسف عليه السلام عزيز مصر، وما صارت النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، وما نجى الله تعالى بعد الصبر وبعد الابتلاء لوطا من قومه، لوط عليه السلام، وما صار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قائدا لدولة له أتباع وله أعوان وله أنصار. سلم لله، ارضى بتقدير الله تعالى وقضائه، فإن الله سيعوضك خيرا. نسأل الله تعالى أن يخفف عنا البلاء وأن يصبرنا عند البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.